سمر. سمر، أهلا بيك يا سمر. سمر، المكالمة مذاعة على الهوا، موافقة بالإذاعة؟ ايوه تمام موافقة. قوليلي يا سمر، اتفضلي. اولا انا متجوزة من 10 سنين، تمام. تمام. آه يعني جوزي عنده مشاكل يعني كده خاصة في مش العلاقة يعني وكده. يعني بمعنى ايه؟ معلش وضحيلي. يعني 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 مفيش يعني مريض. مفيش القدرة. عنده مرض. بالظبط كده. تمام. بالظبط. امم. بس الحاجة دي محدش يعرفها غير انا وهو بس. تمام. تمام، من 10 سنين الكلام ده. امم. انا في بيت عيلة يعني يعني من اول ما عادي يعني. اتجوزتيه وهو عنده المشاكل دي؟ بالظبط. امم. بالظبط. امم. وبعدين يعني انا عادي يعني عايشة ومتحملة يعني وعادي وفي بيت عيلة واكيد في مشاكل وكده، وبالنسبة لموضوع الاطفال والحاجات دي عادي يعني بعدي بقول عادي امر ربنا وكده ولسه ربنا ما اذنش بحاجة زي كده. امم. امم. فجيت من شهر 6 اللي فات، تمام. اه. اتعرفت على واحد عن طريق النت، امم. تمام. هو بعت لي وكده، انا يعني انا مش بقبل اي حد او ما بردش على اي حد. دي ما اعرفش يعني انا رديت ما اعرفش ازاي. تمام. فالمهم يعني عرف حكايتي وكده وكلمني وحبني وحبيته. فبيقول لي يعني مثلا حبيتيه؟ اتطلقي. مم. امم. يعني حبيتيه من آه غير ما تشوفيه؟ مجرد الكلام خلاكي لا. تحبيه؟ لا شفته. اه. شفته كده يعني. شفته على النت برضو، لكن انا ما قابلتوش لانه من محافظة تاني غير محافظتي. وهو عايش برا مصر؟ ايوه بالظبط كده. امم. فقال لي يعني اتطلقي وانا اتجوزك. فانا اول حاجة يعني انا خايف، يعني انا مش عايزة اسيب جوزي مثلا عشان ما جرحوش وكده وما زعلوش. طب في نفس الوقت ما انا برضو زي اي واحدة يعني نفسي اكون ام وكده. يعني انا مش عارفة، طيب انا طب يعني مش قادر ان انا افكر ولا كده، ولا قادر ان انا اخد قرار. وزوجك ما حاولش ابدا طول ال10 سنين؟ انت بتقولي 10 سنين متجوزة، ما حاولش في العشر ايوه سنين 10 سنين. يتعالج، يروح لدكاترة؟ والله يعني لا، ما فيش حتى ما فيش امل. مفيش امل. ومفيش امل حتى من موضوع الخلفة؟ لا الموضوع ما منتهي؟ فيش. اه. بالظبط. وهو يعني يقول لي مش عايزك تسيبيني، يعني يقول لي لو سبتيني ممكن اعمل اي حاجة في نفسي. طب انا طيب يعني انا مش عارفة طيب اهله يعني. اهله بيعاملوكي ازاي؟ لا اكيد يعني ما هو عشان هم ما يعرفوش اه. الحكاية. اه. بيقولوا لي يعني مالك ساكتة ليه؟ اكيد العيب منك انت عشان انت ساكتة وكده. يعني هم كمان انا بقول فاهمين ان انت اللي عندك المشكلة مش هو؟ بالظبط، ايوه بالظبط، هم مش شايليني انا كل حاجة، يعني المسؤولية كلها عندي انا. طيب الشخص اللي انت عرفتيه ده، انت واثقة ان هو يعني ده الشخص اللي يصلح يكون زوج ليكي بعد ما تطلقي؟ اصل انت عرفتيه بقالك قد ايه؟ سنة؟ من يعني من شهر 6 اللي عدى، لا لسه ما كملتش سنة. طيب لسه ما كملناش سنة وكلها معرفة انترنت. انا طبعا ما عنديش اي اعتراض على فكرة انك تطلقي، لان ده حقك. فكرة انك تطلقي ده حقك، وكان مفروض يحصل من كتير. يعني كان مفروض يحصل بعد سنة، 2 3. حد اقصى ان انت كنت تاخدي موقف من بعد 2 3، لان انت والله ليكي يعني حق. امم. انا بحاول اخد القرار ده، بس هو يعني بيصعب عليا، بشوف ان ما هو يعني ينفعش، اقول بصي. طب هو ذنبه يعني. ما ينفعش نعيش مع بعض عشان احنا صعبانين على بعض. دي مشاعر طيبة بس ما بتدومش كتير. مشاعر ممكن تصبرني سنة، 2 3 10،
لكن اي حد في الدنيا كبني ادم بيجي وقت بيقولك طب وانا فين؟ والبني ادم اللي ما يعرفش يحب نفسه مش هيعرف يحب حد. ففكرة ان بالظبط. حد اعيش معاه او اتجوزه او اكمل معاه في حياتي عشان صعبان عليا، دي فكرة عاملة زي المسكن، ما بيعالجش. ممكن يسكن الوجع لكن ما يعالجوش، ما يخلصوش. طب أنا خايفة يا دكتورة مروة يعني يعمل حاجة في نفسه أنا أشيل ذنبه مفيش حد فيما بعد. بيعمل حاجة في نفسه عشان حد. ده كلام احنا بنقوله مجازا، لو سبتني هموت نفسي، لو سبتيني هقطع شرايين، كلها كلام. لكن الروح غالية، والبني آدم اللي يكون ضعيف الإيمان هو اللي يعمل حاجة في نفسه، ودي قصة تانية. اللي يبقى هو بني آدم مش عارف ومش مآمن ومش مسلم بقضاء الله وقدره، يمكن هو ما خدش بالأسباب بالشكل الكافي. يمكن لما انت تسيبيه يبتدي يشوف حل ويشوف علاج. ايا كانت التفاصيل، انت بني ادمه ليكي حقوق. انت عندك كام سنه؟ عندي 26. طيب انت لسه طفله. اولا يعني انت متجوزه 16 سنه، قعدتي 10 سنين، فانت لسه طفله. من حقك تكوني ام. احساس الامومه دايما بقولها مش حاجه رفاهيه نضحي بيها. انا ما بطلبش ان هو يعيشني في شقه اوسع من اللي انا عايشه فيها، او بطلب انه يجيب لي موبايل والله جديد. أنا عايشة في أوضة، عايشة في أوضة في بيت عيلة. طيب انا يعني انت، انا قصدي اقول لك ان الامومه مش رفاهيه، مش حاجه ينفع ان انا بالظبط، اضحي بيها. أيوة. دي حاجه اساسيه واحساس طبيعي. والامومه انا دايما بقول الامومه دي ربنا فطرنا بيها غريزه. الام بالذات اتولدت، ممكن واحده تكون ما بتخلفش بس جواها ام. أيوة فالأمومة ما فعلا. فيهاش هزار. فأنت حقك إن أنت تكوني أم، ده أبسط حقوقك. حقك إنك تكوني زوجة ويبقى ليكي حياة طبيعية مع زوجة، لأن أنت ما تزوجتيش. يعني أنت ما أيوة تزوجتيش. فعلا. طب أنا بس عايز أسألك، أول يوم جواز أنت اكتشفتي ده؟ يعني العلاقة اللي بتحصل في أول الزواج أول حصلت يوم إزاي؟ جال تعبانين من الفرح والحاجات دي. عادي الحاجة دي خليها تاني يوم، مش شرط آه. أول يوم. هو أنا قلت هو عادي يعني. جميل. اكتشفتي إمتى بقى؟ يعني ممكن يعني أسبوع الفرح، تاني يوم تالت يوم كده. طب ومين وهو اللي خلاكي، يعني هو اللي خلاكي مش بنت ولا وداكي الدكتورة؟ لا أنا لسه ما زلت بنت. انت بنت بقالك 10 سنين بنت؟ أيوة. يعني انت لحد دلوقتي اكنك مكتوب كتابك بس. بالظبط. لكن الموضوع ده محدش يعرفه نهائي، ولا أمي ولا اهلك؟ ولا أي حد، ولا أهلي ولا أي حد. بس انت صبورة قوي. يعني انت لحد حتى ما قدرش يحاول معاكي في علاقة، يعني للدرجة دي هو حتى كعلاقة ما فيش اي أنا مستغربة برضو كده. أنا على فكرة بقول هو العمر عدى مني إزاي، يعني إزاي عدى مني 10 سنين كده. انا أنا بقعد مع مستغرب نفسي. انا مستغرباك اكتر منه، ان انت عشر أنا سنين مستغربة نفسي، أنا مش قصة، مستغربة نفسي مش بجد. قصة على فكرة علاقة، قصة ان انت قدرتي تسكتي وتصبري وتستحملي وما تتكلميش، رغم ان انت ممكن كنت تتعرضي لكلمة من اي حد من اهله، حد يوجعك بكلمة. كتير كتير والله، والله بتعرض كتير. كتير بتعرض أكيد، ده أنا في بيت عيلة، أنا مش عايشة لوحدي. بس عادي بستحمل، بقول لربنا يمكن كتب عليا كده، فأنا لازم أرضى بقضاء ربنا. واللي انت بس بتحب. أنا بقول طب كده. اهلك ما سألوكيش يا بنتي لو فيكي حاجة يلا نكشف عليكي؟ مامتك ما هو قالتلكيش يلا يا هو حبيبتي؟ أول حاجة، هو أنا متجوزة غصب عني، تمام. أنا كنت رافضة الجواز في الوقت ده، لأن أنا اه. كنت لسه يعني اه. قلت لهم لا أنا مش عايزة أتجوز انت دلوقتي، طبعا يعني أعيش اتجوزتي سني. بورق عرفي، مش بعقد رسمي. بالظبط. اه. أيوة. قلت لهم أنا عايزة أعيش سني، يعني أتجوز لما أكون قد المسؤولية دي. امم. فالمهم ضغطوا عليا يعني وكده، والخطوبة يعني كان 6 شهور، كانت فترة بسيطة واتجوزت. تمام. فجيت لما قعدوا يقولوا لي على موضوع الخلفة وكده، قلت لهم خلاص دي حياتي وانا حر فيها، كفاية ان انتوا يعني خطبتوني. حطيتوني في الحاجة دي. امم. ايوه خلاص محدش يفتح معايا الموضوع ده. هم وسابوكي. مرة او مرتين فتحوا معايا وخلاص، ايوه سابوني. اه.
لا حول ولا محدش قوة الا بالله. بيراجع معايا حاجة زي كده. والشخص اللي انت بتحبيه ده عارف ان انت ما زلت لسه بنت بنوت. أيوة. طب يا سمر، انت عندك صبر ولا صبر ايوب، يعني الله، يعني الله يجازيكي بصبرك خير. انا كل اللي طالباه يا منك رب يخليك ست يعني عمر. احسمي الموقف عشان ما تبقيش ست خاينة، بس يعني في فرق. انت ليكي أيوة حق. أنا والله يعني العظيم أنا بقول له، عايزة بقول له أنا اقولك مش قادرة عايزة أعيش اقولك يعني. معلومة حلوة. انت صاحبة حق، أيوة. فما ينفعش ان انت تفقدي حقك وتبقي انت اللي ظالمة. أنا حتى لو اتطلقت أنا مش عايزة أبينه قدام الناس، يعني مش عايز أظهر قدام الناس موضوع زي ده. حلو، وده اصل منك وخير منك قوي. انت زي ما انت حفظتي السر 10 سنين، اتكلمي بكل وضوح. أيوة. انا مش عايزه اكمل، ومش وحاسه ان الحياه بالطريقه دي. انا نفسي ابقى ام، وده ابسط حقوقي. انا عايزه ابقى ام. انا لو انا ام ما كانش فارق لي موضوع العلاقه، لكن انا عايزه اكون ام. عايزه اكون ام، عايزه اسمع كلمه ماما. فانا مش عايزه اكمل، وانا حفظت سرك 10 سنين. ولو طلقتني محدش هيبقى عارف عنك اي شيء، وهفضل مكملة طول عمري وحافظة السر من غير ما اضايقك ولا اجي عليك ولا احسس اي حد باي حاجة. واظن انا وفيت وقعدتك ووفيت بوعدي، وعمري في حياتي ما جيت عليك، ولا عمري في حياتي ظلمتك، ولا خليت حد يقولك كلمة مش حلوة او يجرحك، رغم ان أيوة انا كنت والله كنت بتجرح. بتحمل كلام حلو، ما كتير. انت هتقولي له ده. أيوة. رغم ان انا كنت بتجرح. تخلصي القصة دي تمام. البني ادم بقى اللي انت عارفاه ده لازم تاخدي فرصة تعرفيه اكتر، وتعرفيه عن قرب مش عن طريق الانترنت. يجي وتشوفيه واهلك يعرفوا وتقعدي معاه وتشوفي اخلاقه هو وتعرفي. متجوز على فكرة، وعنده ولاد. عنده بنت وولد. طب. انا رافضه على فكره الموضوع ده. يعني انا قلت له لا، طالما انت متجوز يعني خليك انت في حياتك وانا سيبني في حياتي، انا راضيه بقضاء ربنا، يعني انا راضيه باللي انا فيه. لا يعني يقول لي يعني انت مثلا صبرت وكده، يمكن اعوض ربنا لا لا، ليكي، بس انا انتي انا حتى اعوضك عن حتى حاجات لو ده كتيره. لو ده مشي، انتي لازم برضه تاخدي الطلاق، موقف الطلاق. حتى لو ده منفعش المتجوز ده، حتى لو مش من نصيبك، وانا ما رشحولكيش من نصيبك طالما هو ليه حياة. عشان انتي بس ما تبقيش في ضغط، اصل انتي صبرتي 10 سنين، وانتي مفروض ان انتي لسه في العمر ما شاء الله ايام حلوة، انتي لسه صغيرة 26 سنة، يعني مش كبيرة. عايزة تعيشي بقى حياة طبيعية مع راجل بيحبك وتحبيه، وتكونوا عايشين مع بعض وتبنوا أسرة جديدة. ده انتي ممكن هو تتزوجي بيقول يعني راجل ما مراتي اتجوزش مقصر اصلا. معايا في حاجه زي كده. يعني ما هو عنده منها ولد وبنت، عشان بس ما انا ده والله كلام انا في قلت له الاول كده. بيتقال يا حبيبتي. ده كلام في الاول ايوه انا بيتقال. انا قلت له كده برضو. انا شايفه ان انتي موقف الطلاق لازم يحصل بغض النظر عن اي حاجه بعد كده. موقف الطلاق كده كده لازم ايوه. يتم. وبعد كده بقى تسيبي رزقك على الله. انت شايفه انك عايزه تبقي، ينفع تبقي زوجه تانية دي في حاجات كتير هتدفعي تمنها. يعني هتبقي ايوه ليكي اكيد. وقت معين بس. يعني ممكن هو مخلف بالظبط. يجي يقولك مش هيسعى للخلفة زي ما انت بتسعي، وهتبقي انت حلمك انك تخلفي. هو مش هيسعى لده قوي لانه عنده ولاد، مش هيبقى